بدلا من يد ديكا. تراهن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على الظفر بخدمات اللاعب الشاب أمين قويري الناشط حاليا بألوان نادي نيس الفرنسي، وهذا في إطار سياسة خطف أبرز العناصر البارزة للبطولات الأوروبية، والتي بمقدورها اللعب مع المنتخب الوطني ومنح الإضافة اللازمة من الناحية الفنية، وهذا وفقا لخيارات واستراتيجيات المدرب جمال بالماضي تحسبا للرهانات المقبلة، وفي مقدمتها ذلك تصفيات مونديال 2022 بقطر. أصبح اهتمام الفاف منصبا بشكل مباشر على هداف نادي نيس الفرنسي أمين قويري، وهذا قصد إقناعه بقبول دعم وتدعيم الفريق الوطني محاربي الصحراء بدلا من حمل ألوان المنتخب الديكا، حيث أشارت بعض المصادر والمنابر الإعلامية بأن هيئة زوتشي لم تتوانى تكليف زميله في نادي نيس يوسف عطال وهشام بوداوي بالحديث معه في هذا الجانب، من خلال منحه صورة واضحة حول الأجواء السائدة في بيت الخضر، في انتظار تفعيل المساعي وإجراءات المفاوضات بعد أن يتم لمس قبوله لازم الإقدام على هذه الخطوة، على طريقة الكثير من اللاعبين الذين تكونوا في المدارس الكروية الفرنسية، لكنهم اختاروا ألوان المنتخب الوطني واختاروا تمثيل الجزائر. ويعلق الشارع الكروي الجزائري أملا كبيرا على المهاجم الشاب أمين قويري 20 سنة الذي خطف الأضواء بشكل لافت الدوري الفرنسي، وهذا موازاة مع انتقاله إلى نادي نيس قادما من رديف أولمبيك ليون خلال فترة التحويلات الشتوية، حيث يعد لاعبا دوليا صفوف الشباب، وشارك في 5 مباريات مع صغار المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة، ولم يتوالى الكثير بتشبيهه ببنزيما وبعض اللاعبين البارزين الذين مروا على المنتخب الفرنسي وقت سابق، ما جعل هيئة زوتشي تعول على الإقناع على هذه الموهبة من أجل إعطاء دفع إضافي على مستوى القاطرة الأمامية للخضر بحالة قبوله مختار خوض تجربة حمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري. ومعلوم أن أمين قويري قد لعب سهرته والأمس مباراة فريقه نادي نيس ضد نادي ليون في إطار البطولة الفرنسية، ورغم أن الكلمة عادت لهذا الأخير برباعية كاملة مقابل هدف واحد، فإن هذا الهدف وقع هو أمين قويري الذي قلص النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، علما أن هذه المباراة عرفت مشاركة عدة لاعبين من المنتخب الوطني، ويتعلق الأمر بيوسف عطال الذي أدى مباراة مميزة، وأمين قويري الذي سجل الهدف الوحيد لنادي نيس، إضافة لمشاركة جمال بالعمري من جانب نادي ليون لمدة 10 دقائق فقط بعد دخول بديلا في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الرسمي، والذي عمل على إعطاء صورة إيجابية لمدربه بقية منحها فرصة أخرى في المباريات الرسمية.